أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بيعقد شراكة مع مجموعة سيتي ستارز التابعة لشركة الشربات السعودية لإنشاء مراسي رد في البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه. شركة العتال والمقاولين العرب بيوقعوا عقود الإنشاءات لمشروع 101 في مستقبل سيتي، وشركة أم سكويرد بتنجح في تسليم 65% من الوحدات في مشروعهم مصيف في الساحل الشمالي قبل ميعادها ب6 شهور. شركة كونكريت بتستهدف مبيعات بقيمة 10 مليار جنيه بإطلاق مشروع جوار ريزيدنس في التجمع السادس. والأهلي صبور بتعلن عن شراكتها مع مجموعة الريدي في مشروعهم أزار آيلاندز في الساحل الشمالي وإطلاق مرحلة 10 آيلاندز على مساحة 100 فدان، فيلات وكابانز على بعد أمتار من البحر. وماونتن فيو بتعقد شراكة بقيمة 5 مليار جنيه مع شركة أرابتك لتسريع تنفيذ مشروعاتها في شرق القاهرة. والعاصمة الإدارية بتطرح خلال أيام أراضي جديدة في الحي المالي الجديد بهدف نشاط إداري وفندقي. وأخيراً شركة ريبورتاج الإماراتية بتستعد لطرح أحدث مشروعاتها والأول مرة في الساحل الشمالي. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية. استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.